ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هحل لكم مشكلة اي هدوم عندكم لونها اسود اتبقعت منكم، سواء بقى بقعة من الكلور او اي بقعة تانية. انا كان عندي هنا اخويا مديني البنطلون بتاعه لونه اسود، تمام. وكان عليه بقعة صراحة مش عارفين دي ايه، دهان تقريبا او حاجة مش عارفينها. المهم هتجيبي بقى من عند العطار اقل كمية ممكن تجيبيها. يعني انا كنت جايبة من عند العطار الكيس دوت اسمه حجر اسود، قلت له عايزة اقل كمية، هو اداني ب10 جنيه. تمام، الحبة دول ب10 جنيه، تقدري ان انت تجيبي كمان ب5. تمام، انا خدت بس معلقة منها وقلت كتجربة كده اجرب الاول ايه اللي هيحصل. يعني خدت منها معلقة وبدأت ان انا احط مية قدامها بس بالراحة خالص، عشان عايزة بعد التقليب توصل انها تكون كريمي كده. واول مره حطيتها على البنطلون، تمام، وبدات اسيبها، سبتها يعني لمده 10 دقايق ربع ساعه، تمام. وبدات ان انا اغسلها. دي حاجه اسمها حجر اسود، بتتجاب من عند العطار، تمام. ربع ساعه ما عملتش، ما صبغتش الهدوم السودا كويس، تمام. فقُلت لأ خلاص، أنا هاحط عليها نفس العجينة ديّة وهاسيبها لمدة 4 ساعات. المرّة دي بقى سِبتها فعلًا من الصبح لحد بالليل، يعني من 5 ساعات. عايزة أقول لكم النتيجة كانت تحفة، أنا ما كنتش مصدقة أصلًا إن التجربة دي هتنفع، بس الحمد لله نفعت. والبنطلون كده شكله بعد أمّا نشف خالص، غسلته ونشف خالص. بس تخلّي بالكم بس إن الحجر الأسود ده تكونوا بتستخدموه في طبق يكون أنتم مش محتاجينه بعد كده، لإنه هو بيدّي صبغة سودا في الطبق. وحتى وأنتم بتشطفوا البنطلون خلّي بالكم إن لو في أي مَيّة جات في البانيو أو الحوض تغسلوها على طول، عشان برضه ما يبقّعش الحوض، مع إنه عادي برضه بيطلع بسهولة بالكلور. ده كان شكل البنطلون، حبيت إن أنا أفيدكم في الفكرة ديّة. ما تنسوش بقى تتابعوني وتعملوا لي لايك للفيديو ده وتسيّفوه، ولو عجبكم الفيديو شيّروه بقى للناس اللي ممكن تستفاد. المرّة الجاية هاعمل لكم إن شاء الله تجربة إزاي نخلّي الحاجة السودا عندنا المجيّرة تبقى جديدة ونرجع نستخدمها تاني زي